السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده معانا يوم جديد، يوم جميل، كله خير والحمد لله، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده معايا يوم عيد ميلاد ابني الكبير، وطبعا مش الكبير، هو الوسطاني. حبيت احتفل بيه، عملت له النهارده حلويات على ايدي. طبعا انا ما بعملش حاجه بره. عملت كنافة قبة، وعملتها بالفنجان دون. بنحط الكنافة بعد ما نظبطها بالسمنة أو بالزبدة، وبنضغط عليها هنا في المج، وبعد كده ايه الكوباية الصغيرة يعني الفنجان. وبعد كده بحطها في الصينية، الوحدات كلها ورا بعض لغايه اما تديني الكميه اللي انا عاملاها كلها. وبسويها، بس بدهنها الزبده من فوق الاول عشان تحمر، وبسويها وبدخلها الفرن. وبعد كده بطلعها اسقيها العسل طبعا، واحط عليها السوداني. وعملت له هنا صينيه كيكه، وطبعا زوقتها، قطعتها تلات شرايح كبار. وبعد كده زوقتها بالكريمه بتاعه الحشو والكريم شانتيه، وطلعت شكلها جميل وخرافه. وطبعا صوص الشوكولاته، واستخدمت الشيكو بن اللي هو بالشوكولاته، وطلعت جميله وتحفه جدا. يعني الولاد بيقولوا لي جميله. زوقت الجناب بتاعتها بالسوداني وجوز الهند المجروش. طبعا ظبطت الدنيا وعملتها بالسكينه، طبعا مسحتها مسحه كويسه، طلعت معايا جميله وممتازه. الكيكه، عجينه الكيكه العاديه الاسفنجيه، طلعت ما فيهاش حاجه زي ما انتم شايفين. هي سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه. اهم حاجه وطبعا الكريمه دي عملتها بالام عادي جدا، ما فيش اي حاجه وما خدتش وقت. ودي زوقتها بالخله بتاعه الشيش. طبعا طلعت جميلة وطلع شكلها ممتاز جدا. ان شاء الله تعجبهم في عيد الميلاد ان شاء الله. انا لسه بجهز الحاجة بتاعتي، وجهزت طبعا جلاش محشي بالسوداني والمكسرات. حطيت سوداني وبندق مجروشين مع بعض، وشوية جوز هند، وحشيت بيهم الجلاش زي ما انتم شايفين. ولفيته اللفة اللي احنا عملناها قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. عملت فيديو في الجلاش بنفس الطريقة عملته، وطلع جميل. وسقيته العسل أول ما طلع، طبعا العسل بارد والجلاش سخن، وبرده الكنافة كانت سخنة والعسل بارد. وبعد كده جبت بقى هنا علبة كمبوت وكريز من عند العطار وشوكولاتة، وطبعا الكريم شانتيه، وعملت صوص شوكولاتة والسوداني مجروش في الجناب زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا شوكولاتة مجروشة برضو في الجناب. وحطيت الكريز برضو بيتباع عند العطار، مش صعب خالص يا جماعة، الموضوع سهل جدا وبسيط، هتعجبكم ان شاء الله. وهنا جبت التفاح وحطيت عليه مادة جيلاتينية كده، عملتها بالعسل الكلوكوز مع الجيل. ادتني الشكل الجميل ده، وطلعت الصراحة التورتيه شكلها تحفة جدا. وجبت التفاحية واحدة ما كملتهاش، خدت ربع تفاحية بس حمراء، ونص تفاحية خضراء، وحتتين كيوي كده بالشكل الحلو. انا نسايه مع حتة خوخ زي ما انتم شايفين كده. طلع الشكل جميل. كل الحاجات دي سهلة يا جماعة وبسيطة، ما فيهاش حاجة. اهم حاجة الحاجة تكون متواجدة عندك ومظبوطة. الشوكولاتة دي بتتباع جاهزة، جبت منها شوية برضو زوقت بيهم، بس ما خدتش منهم الا حتتين اتنين عشان الشكل. وحطيت اتنين شيكوبون عشان اربط التورتاية البني بالتورتاية الاولانية دي، عشان يبقى الشكل يعني مناسب. وما فيش اي حاجة، سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة الكيك اسفنجي، بنعمل كيكة الاسفنجية بتطلع جميلة وسهلة خالص وبسيطة. ان شاء الله تعجبكم. اظن اللي هيشوفها هيقول على انها جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم، وباذن الله نتفاجئ. انا عامله له مفاجأة طبعا، هو ما يعرفش ان انا عامله له عيد الميلاد النهاردة، وهو ناسي خالص. فهنفاجئه كلنا ان شاء الله كمان شوية بالليل باذن الله.